تلاحم عريق وروابط وثيقة وتعلق دائم. تلك هي العناوين الكبرى لحفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، برحاب المشوار السعيد بالقصر الملكي بتطوان. حفل يخلد ذكرى عيد العرش المجيد، واستهل بتقديم وزير الداخلية والولاة والعمال الولاء لأمير المؤمنين. هذه المراسم هي من مراسم تجديد البيعة لأمير المؤمنين، ولقد أكرم الله تعالى هذا المغرب بأن حافظ على هذه الإمارة التي هي السمت الشرعي الحقيقي الوحيد بشكله ومضمونه للحكم في الإسلام. جهات المملكة. بعد ذلك تقدم ممثل مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة تباعا ووفق ترتيب دقيق وفي صفوف متراصة لتقديم البيعة والولاء لأمير المؤمنين. نحن ماشيين على درب الأجداد والآباء، هذه البيعة التي ورثناها عن أجدادنا في التعاقد مع الملوك العلويين اليوم على الدرب. هذا حفل الولاء هو عرف وتقليد عند الملوك المغاربة مع كافة مكونات الشعب المغربي، من مكوناته كاملين، احنا كممثلين، السكان كمنتخبين، الهيئات المجتمع المدني، الفاعلين السياسيين الآخرين، رجال الأعمال، ممثلين الأحزاب، مكونات المجتمع كامل فرحان اليوم يقدم هذه البيعة عن طواعية وعن إرادة في لحمة شعب في صورة جميلة جدا. احنا اليوم يعني مناسبة الحمد لله تجديد العهد، وبعد غياب ديال 3 سنوات الجميع معتز بهذا اللقاء اللي هو تجديد يعني الولاء للسده العاليه بالله صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله. وكذلك كانت مناسبه اننا نعبروا كل واحد بطريقته على الفرح. هذا الحفل تميز أيضا بحضور وازن لفئات يحرص جلالة الملك على إشراكها في بناء المغرب الحديث، وخاصة النساء وفعاليات المجتمع المدني ومغاربة العالم والشباب. الله يبارك في عمر سيدي. جهات مراكش سفير الله يبارك عمر سيدي. هذا شرف لنا كبير كشباب نجيو نديروا الحفل الولاء لجلالة الملك نصره الله اللي كيهتم بالقضايا ديال الشباب. وفي الخطاب الأخير الحمد لله دوينا على الابتكار وعلى يعني كيفاش الشباب كيخلي الوجه ديال المغرب يوصل للعالميه. حنا اليوم كنجدوا الولاء لسيدنا الله ينصرو ويخليه لنا، وكنعبروا على المصداقيه ديالنا والوجود ديالنا هنا مفخره لينا، والله ينصر سيدنا. تنمثلوا الجاليه المغربيه في فرنسا، جينا لهذا النهار الكبير قدمنا البيعه لسيدنا، والجاليه راه فرحانه ونفرحونا كاع المجهودات اللي داير سيدنا. هذا الحفل البهيج الذي يعكس أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد، واختتم بإطلاق المدفعية ل5 طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وأقاليم المملكة. ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مكتبنا بالرباط الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط. مرحبا بكم دكتور، وشكرا على تلبيتكم الدائمة لدعوتنا. إذن بداية نود الحديث عن الدلالات والأبعاد التي يمكن استخلاصها من هذا الحدث السنوي المرتبط بحفل الولاء الذي يظل موسوما بمفهوم واسع، وهو مفهوم البيعة كواحد من أواصر العلاقة التي تجمع العرش بالشعب. فعلا هذا يشكل خصوصية استثنائية بالنسبة لجميع البلدان الإسلامية، فرابطة البيعة والولاء تعتبر بمثابة رابطة تعاقدية تضع واجبات والتزامات على كل من المواطنين وعلى عاهل البلاد. وبالتأكيد هذه الرابطة هي راسخة العقود ومستمدة من بيعة الرضوان، من سلوك الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت خلال عهد الخلفاء الراشدين. وبالتالي هذه الرابطة تتميز بخصوصية كذلك في المغرب، وأن البيعة دائما كانت مكتوبة، وكانت في تاريخ المغرب تدون من طرف العدول، وتقرأ أيام الجمع من طرف الإمام،
ثم ترفع إلى الخليفة أو إلى السلطان في العاصمة. اليوم كما تلاحظون البيعة ليست فقط تلقائية وفعلا موثقة، ولكنها أكثر من ذلك تتجدد سنويا من خلال حفل الولاء والبيعة الذي يضم المنتخبين الممثلين من مواطنين، يمثل رجال السلطة، يمثل كبار الموظفين، فعاليات الشباب والمجتمع المدني، وبالتالي هي عملية تجديد سنوي لهذه البيعة في هذا الإطار التقليدي الراسخ الجذور في الحياة المغربية. وبالتأكيد هذا الحفاظ على هذه الممارسة من شأنه أن يعطي للنسق الديمقراطي الذي يتجه المغرب نحوه صورة أكثر حضارة وأكثر أصالة مما هي عليه في بلاد العالم الأخرى. دكتور تاج الدين، ابقى معي رجاء، سأعود إليك في سياق هذه النشرة. وكان جلال